ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني ورجعت لكم تاني فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده أصلا المفروض كان نزل لكم من 10 أيام فاتوا، من يوم ما كنت بجهز نفسي بقى عشان نمشي نسافر. بس يلا يسروا بقى اللي حصلت، وانا بقالي كام يوم تعبانة عندي برد مش قادرة انزل لكم فيديوهات. قلت لا خلاص هو جه وقته ان هو انزله، قلت اسجله وانزله معاكم. بس يلا قبل ما نبدأ أي حاجة بقى، اللي ما لايك يدوس لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة وتفعلوا لي زر الجرس، واللي عنده كلمة حلوة يقولها واللي ما عندوش ما يقولش. مش لازم تقول يعني. بس كده أنا كده قلت قمنا من النوم بقى، كان آخر يوم امتحانات ابني وقلت ايه أنا أقوم أجهز نفسي قبل ما هو ما يجي من الامتحان، ألم حاجتي ونلم ايه ونروق الشقة كده قبل ما نمشي. انا طبعا شلت الحافظات وشلت كل حاجه غسلتها، قلت عشان لما اجي بقى ايه اخلص الاجازه قبل المدارس وقبل نص سنه اجي امسح الشقه مسحه نظيفه، واقوم فرشها وافرش بقى على دخلة المدارس الحافظات بقى تاني، وافرش الدنيا ايه وانضف معاكم الدنيا وافرشها. قلت بقى قبل ما امشي كده ونلبس اقوم هروق بقى مطرح ما كنا نايمين. اي حاجه متبهدله هروقها لحد ايه يعني، هروق من على الوش بمعنى اصح. ما كده كده احنا هنقفل وهنسيبها، وهنيجي كده كده اما نيجي باذن الله هنمشي الدنيا نروقها وننضفها يعني. بس قلت اعمل ايه على طول كده روتين كده خفيف كده، عشان لما بنيجي طبعا متأخرين وبالليل وبنيجي تعبانين نيجي ننام على طول، وبعد كده نبقى نصبح تاني يوم بقى نغير الملايات نغير الدنيا معاكم. ان شاء الله بإذن الله. وتكون اجازة سعيدة، كانت اجازة سعيدة واجازة جميلة. وبس اتنكدنا بقى بنداية العيال. عايزة اتكلم معاكم، حسب الله ونعم الوكيل في المدينة اللي احنا قاعدين فيها. لو انتم مستقصدين المدارس اللي احنا فيها، لان كل العيال ما جابتش مجموع، من ضمنهم ابني. انا تعبت معاه واديت دروس وهو ذاكر وعمل اللي عليه، بس للاسف ما جابش المجموع اللي احنا عايزينه. حسب الله ونعم الوكيل في الإدارة نفسها، لأن هي مستقصديننا يعني. ناس كتير قالوا لي وأنا ما صدقتهمش. بالعكس سألت المدرس قال لي العيب بيبقى في الطالب، بس لا للأسف العيب مش في الطالب. أنا في عيال أنا ده مش مجهوده. هو مش مجهوده ان هو يجيب كتير، بس ده مش المجهود بتاعه ان هو مش ده مجموعه كان يجيب اكتر من كده مجموعه. بس هنقول الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه. وهنا المدينة اللي احنا فيها اللي ما ذاكرش جاب مجموع، واللي ذاكر ما جابش مجموع للأسف، واللي تعب وخد دروس مش زي اللي ما خدش دروس. هنا سووا كله مع بعضه، مدينة لا يعلم بها ربنا. لو تسمعوا عنها، احنا هنا في الأسمرات اللي في المقطم، تبع إدارة الخليفة. مستقصدين احنا منطقة عشوائيات، هم مش المنطقة عشوائيات، هم لمين بتوع العشوائيات مثلا. بس مش كل بتوع الأشواط مش عايزين يعلموا، مش كلنا بالعكس أنا من ضمن الناس، أنا متعلمة وأختي متعلمة، كلهم معاهم شهادات عالية، وناس كتير هنا في الأسمرات معانا معاها شهادات عالية وعايزة تعلم عيالها. مش كلنا مش عايزين نعلم. اما انتوا تساووا الروس وبيستقصدنا عشان ما نخشش مدارس كويسه، او حتى ما بنروح اللي بيجيب مجموع ويروح يقدم في ثانويه عامه يقولوا انت منين من الاسمرات، ما بردوش ياخدوهم. آه يعني انا عايزه مسؤول او حد يكون بيتفرج علينا. انا كنت عايزه اعمله فيديو لوحده والله، بس قلت يلا بقى مش مهم اتكلم وانا بروق ايه. عشان ما الفيديو الواحد ده محدش هيرضى يتفرج عليه يعني. حد من المسؤولين يراعي من الوزارة، من أي يراعي بتوع الأسمرات. يعني احنا حرام عليكم، مش كلنا جايين من العشوائيات، احنا بيوتنا وخدتوها مننا عشان تستثمروها وتعملوها حاجات انتوا اللي بتستفيدوا منها، احنا ما استفدناش حاجه. انتوا خدتوا بيوتنا وجبتونا في ايجار، وجبتونا في قرف، وجبتونا في منطقه ظلمتوا عيالنا. يعني انا ما صدقتش اولياء الامور بتوع السنه اللي فاتت لما قالوا لي بلاش انقلي ابنك من هنا المدرسه، ما بيخليهمش يجيبوا مجموع. فعلا في عيال مستواهم اعلى من مستوى ابني، اتفاجئت ان هو ما جابش مجموع. حسب الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ما بيراعيش الناس. انتوا جبتونا، احنا مش عشوائيات، احنا ناس عايزه تتعلم وناس عايزه انا كان نفسي، انا ما كنتش هدخل من ثانويه عامه، بس كنت نفسي ادخله مدرسه حلوه يطلع ينفع نفسه. دلوقتي المجاميع زي سفت العيال. انا عن نفسي انا كنت بقول لابني عيد السنه وخلاص، لان مجموعك مش هيدخلك حاجه يا ابني، وانا مش عايزه ادخلك ثانويه عامه.
يعني مجموع ابني مش هيدخّله حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ما بيراعيش شغله، ما بي وبيبُص للناس بإن هي مش إن هي جاية من تحت، إحنا مش جايين، إحنا بالعكس. ناس كتير، أنا عن نفسي ناس كتير في الأسمرات ناس محترمة، وناس مش كلّهم جايين من في وفي زي في أي مدينة أو في أي منطقة، فيها الحلو وفيها الوِحِش. بس الناس تعبت، أنا عن نفسي تعبت كعّيت مصاريف كتير. ابني بدل الدرس كنت بادّي له درسين عشان وفي الآخر أبُص ألاقي المجموع زي الزفت، وآجي أقول مثلًا لجارتنا اللي جرّبت قالت لي: "مش أنا قُلت لِك انقليه برّه المدرسة، المدرسة هنا ما بينجّحوش ما بيخلّوش بتوع الأسمرات، دي منظومة أنتم عاملينها بقى الله أعلم علشان إن إحنا ما ن ما 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 نخ ما مش عايزهم يبقوا حاجة." الله أعلم بقى منظومة تبع الإدارة والّا إيه، الله أعلم، الله أعلم بيكم، أنتم عايزين مننا إيه مش عارفة. رجعونا زي ما خدتونا وكانوا عايشين، وكانوا عيالنا بينجحوا بيجيبوا مجاميع. اللي معاندني في الدرس وبرّه المدرسة خالص، برّه الأسمرات خالص، جاب مجموع. أنا مش عارفة هو العيب في عيالنا بقى، والّا العيب في المدرسة، والّا العيب في الإدارة، والّا العيب في المنظومة. حسبي الله ونعم الوكيل في دي منظومة، ودي لو أنتم ليكم يد في عيالنا ما يجيبوش مجاميع، لإن الامتحانات ابني كان دي المادة اللي قال لي أنا هانقص فيها كذا، فعلًا نقص فيها كذا، والمواد اللي قال لي هاقفّل فيها ما جابش زي ما هو كان يا عيني كان راسم يا عيني، كان راسم إن هو هيجيب مجموع حلو، وقال لي: "ما تقلقيش، أنا حالل في الامتحانات كلّها." بس للأسف حتى زمايله يقولوا لي: "لأ إحنا كده يوسف حَل صح، إحنا مراجعين مع يوسف ويوسف حَل صح عننا." واللي ما بيعرفش يقرا خالص بابُص ألاقيه جاب مجموع، إيه ده هو في إيه؟ ما جابش برضه المجموع اللي هو عدّى بس نجح. يعني أنا كنت متوقعة إن والعيال الشاطرة حسبي الله أنا ما عنديش إلا حسبي الله ونعم الوكيل، وفوّضت أمري لربنا، واللي أنا ما رضيتش أعقّد ابني علشان ابني ده عيّل برضه ما يتعقّدش. بس يا ريت لو تشيّروا لي الفيديو والناس تسمعه، والناس ت ت ت ت اللي يراعوا ربنا في المدينة اللي المدينة جميلة وحضارية، حاجة نضيفة وحاجة حلوة. بس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي مبوّظ سُمعتها، والراعيين اللي فيها مش مضبوطين، ولا فيها تعليم، ولا فيها أي حاجة عدلة. إحنا جينا هنا اتفقرنا ولا فيها تعليم إيه، ما فيهاش تعليم، ده المدرسين جايين بالحصة ده مش بالحصة كمان متطوعين. يعني حتى أنتم مش عايزين تراعوا ربنا في إن يبقى أنتم عايزين العيّل يجيب مجموع ويعمل إيه، المدرس جاي متطوع، جاي يعتمد على إن هو يدّي دروس وخلصت الموضوع على كده. ما بيقبضش من المدرسة، ولا تعليم ولا صحة ولا أي حاجة في أنت جايب لنا مدينة اسمها مدينة عمال يلمّوا عليها فلوس من ورا، من على قفانا. بس هي ما فيهاش ولا تعليم، ولا فيها صحة، ولا فيها شغل، ولا فيها أي حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل في أي مسؤول ما بيراعيش حقه، ما بيراعيش ضميره في بلده، ولا بيراعي ضميره في المنطقة اللي ماسكها، ولا بيراعي أي حاجة. حسبي الله، أنا هنفضل نتحاسب من هنا لبكرة، لإن أنا عيّلي اتظلم، وغير عيّلي اتظلم عيال كتير اتظلمت. عيال أنا شايفاها شاطرة، وكانوا بييجوا المدرسين، أنا ما باطلّعش ابني برّه كان ابني قدّام عينيّا، يعني أنا شايفة مستوى ابني قدّام عينيّا. حتى المدرس أمّا بيكلمني يقول لي: "لأ ابنِك اتظلم يا أم يوسف، ابنِك مظلوم." وحتى لو ابني مش مستواه جاب كده، في أشطر منه، مستواهم ما جابش ما جابش حاجة خالص، مستواهم ما جابش حاجة خالص. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول، وفي كل حد بيبقى عايز يدمّر جيل بأكمله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، زي ما أنتم دمّرتوا، ما أنتم دمّرتوا أهو ده جيل ابني ده اتدمّر خالص، خالص، خالص. لو حتى قفّلوا يعني قفّلوا مش هيلحقوا ثانوية عامة. أنا ما كنتش عايزة أدخّل ثانوية عامة، ثانوية عامة أصلًا دي مشروع فاشل ووسيط فاشل وكل حاجة، ومنظومة كلّها فاشلة في فاشلة، وكل أنا ما شُفتش حاجة عدلة أصلًا من ساعة ما الدنيا اتقلبت واتحطّت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أنتم دمّرتونا، ودمّرتوا أطفالنا، ودمّرتوا عقولنا، وما فيش حاجة صح عملتوها لنا. حسبي الله ونعم أنا ما عنديش إلا حسبي الله ونعم الوكيل. من هنا لحد أمّا ابني يخلّص الترم ده هاقعد أتحاسبن عليكم. وناس كتير راحت اشتكت في الوزارة، لإن فعلًا سُمعة الأسمرات بقت بسم الله ما شاء الله الله أكبر يعني. عدِّت المَضْج في الجيل بتاع السنة اللي فاتت، والجيل بتاع السنة اللي قبلها، والجيل
الجيل بتاع ابني السنة دي، إن أنتم عيالنا بيحلّوا وأنتم دي منظومة بقى أنتم عاملينها ما بتخلّوش العيال يجيبوا مجاميع ليه ما أعرفش، أنتم عايزين جيل فاشل، عايزين ناس تقعد نايمة في الخط في البلالة ما حدّش يتعلّم ولا يفتّح ولا يفهم في البلد دي، يالّا بقى حسبي الله ونعم الوكيل، وده هو الروتين بتاعي بقى قبل ما أسافر، قُلت بقى أروّق كده وأنضّف، معلش أنا كلت دماغكم بالتعليم، بس هو التعليم أهم حاجة، وأنا كنت زعلانة بس على ابني، يالّا الحمد لله. كده قُلت برضه أنضّف بقى الصالة هنا، كانوا العيال بيقولوا لي بيضحكوني وعايزين يخشوا يلبسوا بقى علشان عايزين يروحوا بقى يروحوا من بدري يعني، قُلت لهم: "يالّا قوموا بقى كده استعدوا والبسوا وهنلم حاجتنا ونقوم ناخد بعضينا إيه." وأنا كده إيه، الشقة كنت خلاص هاخلّصها هي ما كانش فاضل الصالة المطبخ منضّفينه من امبارح، وطبعًا إحنا ما عملناش أكل هي الشقة بس هنروّق مطرح ما مكنوسة بالمكنسة كده من على الوش، ومطرح ما إحنا كنا قاعدين نايمين يعني وخلاص على كده، وناخد بعضنا ونمشي بقى نروح بقى نستعد إيه نرحل بقى من هنا، نروح نريّح أعصابنا شوية هنا العيال كانوا عمّالين بيجرّوا في شكلي، هُم بيقولوا لي حاجة بس مش فاكرة كانوا بيقولوا لي إيه، بس هُم بيضحّكونا يعني، هُم كانوا مبسوطين إن إحنا مسافرين والحمد لله الرحلة كانت سعيدة واتبسطنا، بس ما اتنكدناش إلا بسبب الشهادات، يالّا الحمد لله على اللي يجيبه ربنا على رأي أمي ده نصيب. وأنا ما زعلتوش لإن أنا كنت برضه ما كنت بس أنا كنت باسقط في الثانوية العامة بقى، أمّا كنت بادِخ في الثانوية العامة بابايا ما كانش بيعمل لي حاجة، بالعكس كان بيفسّحنا ويعملنا هو ابني ما نزلش بس المجموع ما عجبنيش، أنا كان نِفْسي في طموحي في حاجة أحسن من كده، يالّا الحمد لله اللي بيجيبه ربنا كويس وقضينا أجازتنا وجينا بقى هنبدأ بقى إيه، نبدأ في الهَم تاني من أول وجديد، في الدروس من أول وجديد، ونبدأ بقى نستعد للنُص السنة الجديد ونستعد لرمضان، ونستعد بقى إيه وربنا يقوينا بقى عليهم ويكون بقى الترم التاني أحلى من الترم الأولاني، وتكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب ما نطلعش حزنانين منها ولا زعلانين منها يا رب العالمين يا رب. يالّا بقى اللي ما dislike يدوس like واللي وصل لحد هنا يصلّي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقولوا لي كلمة حلوة بلاش الكلام السلبي اللي يهبطني، مش يبقى أنتم وابنوا عليَّ، يعني ابني الشهادة يهبطني وأنتم تيجوا تهبطوني بكلامكم، والله العظيم ساعات الواحد بيفكّر يقفل القناة، بس قُلت يعني بعد التعب ده كلّه هاجي أقفلها، أنا ما استفدتش لسه منها بحاجة، بس الواحد ساعات بييجي له كده سَدّة نِفْس مش ما بيبقاش عايز يسجّل ولا عايز يعمل فيديوهات. يعني أنا الفيديو أنا جاية بقى لي كام يوم من البلد بس ما لياش نِفْس أعمل فيديوهات، بادوّر كده على الموبايل لقيت الفيديو ده قُلت خلاص أمّا أنزّله لكم كده وأسجّله وأنزّله أدام أنا عندي فيديو، أمّا غير كده والله العظيم أنا من ساعة ما جينا نِفْسنا مسدودة الواحد مش عايز يعمل أي حاجة يعني، وكمان الشهادات هبّطت الواحد. المكرسة كانت معاكساني هنا بتمشي بالمقلوب، باعملها عايزة أعدلها على عدلة إيديّا عشان ما أعرف أضبّطها يعني وأعملها، قُلت بقى نكنس بالمكنسة كده قبل ما نمشي برضه وننضّفها وهنسيب الدنيا نضيفة والدنيا حلوة ورايقة كده، ونيجي بقى إيه وجينا بقى بالسلامة الحمد لله. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تملّيش منّي، ويا ريت فضلًا وليس أمرًا بلاش الكلام اللي يهبط، والنبي بلاش الكلام اللي يهبط، والله العظيم أنا حالتي النفسية زي الزفت وعندي خنقة وربنا اللي يعلم بظروف الواحد، يا ريت يعني اللي عنده كلمة حلوة يقولها، ما عندوش ما يقولش، يعني عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش ما تقوليش، بلاش تقولوا الكلام اللي يسد النفس وتهبطونا يعني. بس كده هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، بس ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا لي زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، وسيبكم بقى تكملوا الفيديو مع نفسكم وأقول لكم مع السلامة.